مرحبا من جديد معكم ببرنامج جبر الخواطر، ولنشوف مين رح يكون ضيفنا بهي الحلقة. هلا فيك، أنا هنا أحمد جبر الخواطر. اهلا وسهلا استاذ. أهلا وسهلا فيك. تقلي مين معي؟ تقلي مين معي؟ جريح احمد جمال محمد دادو. الجريح أحمد جمال محمد دادو. أهلا وسهلا فيك يا أحمد، كيفك؟ الله الحمد لله رب العالمين الله. إيه دائما الحمد لله. أحمد منين عم تحكي معنا؟ انا من حلب مقيم باللاذقيه. أيوة أنت بحلب، من الأصل من حلب بس ساكن باللاذقية. ايه تمام. احمد هلا انت قلت لي جريح حرب، نحن هيك بالعاده بنتعرف بالاول الشيء على الجريح اللي عم نحكي معه، شو اصابته، شو نسبه العجز، كيف وضعه حاليا، بعدين بننتقل لفقره تانية. تحكي لي عن وضعك معناته واصابتك. وضعي الحالي متزوج. لا انا عم اقول وضع الاصابه احمد بالاول. وضع الاصابه رايحه العين ابدا، ما في تزوير عدسه والعظم متثبت. ايوه يعني بدها زرع عدسه. بدك زرع عدسه. ايه ايوه يعني بدها تجوير وزرع عدسه والعظم متفتت كلياتها، يعني براسي بتاريخ الوقت في شظايا. ايوه اجت شظايا براسك. وين كنت عم تقاتل لما تصاوبت؟ بريف اللاذقيه بمنطقه اسمها سلمان. والله كانت المعارك طاحنة بهديك الأيام، الله يذكرها ولا يعيدها ويديم السلام والأمان آمين يا رب. لبلدنا. امين يا رب. شو عطوك نسبة عجز أحمد؟ والله ما اعطوني لتاريخ الوقت نسبه عجز، تاريخ الوقت عم تعالى اعطوني نسبه عجز 60%. 60%. إن شاء الله يا رب بالشفاء يا أحمد إذا عم تتعالج. إن شاء الله دايما بيكون وضعك بخير يا رب. امين يا رب، لي وللجرحى ولكل شهداء سوريا الله يرحمهم. يا رب آمين يا رب آمين. أحمد هلأ ننتقل لنحكي عن عيلتك. احكي لي عن عيلتك، متزوج، عندك أولاد، ما عندك؟ متزوج يعني بقول طفل على الطريق. ايه وعايش لحالي باللاذقيه. متزوج عم تقلي ولا شو، ولا عايش لحالك؟ متزوج وعايش لحالي باللاذقيه. يعني وين، وعندك أولاد؟ جايني على الطريق. جايك طفل على الطريق. ان شاء الله يا رب هيك بيولد بخير وسلامة، بتكون الايام الجاية احسن عليه وعليك وعلى الجميع يا رب. الله يسلمك يا الله يخليك. احمد نحن برنامجنا هلا بعد ما بنتعرف عنا مسابقات، يعني انا مشان تربح معي لازم اسألك سؤال. تفضل. طيب ما زلنا عم نحكي، انت من حلب تمام؟ حلب شو بيقولوا لها، شو الصفة؟ مثلا دمشق بيقولوا دمشق الفيحاء، حلب شو بيقولوا؟ حلب شو؟ بيقولوا حلب الشهباء. يا عيني عربك. تمام حلب عظم ثقافة. تمام حلب الشهباء. برافو عليك يا أحمد. أحمد هذا هو السؤال، ربحت معي بجائزة اليوم حوالي ب50,000 ليرة سورية. هي مو مبلغ كبير وما بيعمل شيء، وإنما بنقول يعني إنه الحمد لله منيح، هيك عيدية نعتبرها للطفل اللي جاي إن شاء الله يا رب، هيك وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أحسن عليك وعلى الجميع يا رب. آمين يا رب آمين. يخلي لي قلبك يا أحمد. حابب تحكي أحمد شيء؟ الله يسلمك ويخليكي، يخلينا الجيش يحمينا ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى. يا رب آمين يا رب آمين يا أحمد. هذا بدنا يا لحمة. شكرا كثير لك أحمد، شرفتك بسماع صوتك. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا، الله معك، مع السلامة.